السلام عليكم، كيف الحال يا أحلى متابعين؟ اليوم جبت لكم طريقتي في عمل الكدم اليمني وإن شاء الله تنال إعجابكم. أنا حستخدم اليوم في عمل الكدم حستخدم طحين البر. حستخدم نوعين مختلفين، الاثنين عبارة عن البر الأحمر الكامل من دون إضافة الدقيق الأبيض، ويفضل إذا متوفر لديكم ممكن تضيفوا كمان شوية شعير، ممكن شوية ذرة. أي طحين متوفر عندكم أنواع صحية ممكن تضيفوا نسبة بسيطة لها دون إضافة الدقيق الأبيض. هضيف الآن شوية ملح وشوية خميرة تقريبا نص ملعقة صغيرة، والآن حبدأ أعجن. عمل الكدم سهل جدا، الأهم فيه هو استخدام الطحين، أنواع الطحين المختلفة. في ناس ممكن تضيف له دقيق أبيض، بس معروف عن الكدم إنه الأنواع المخبوزات الصحية بنحاول نبتعد عن الدقيق الأبيض. فأساس الكدم إنه فيه أكثر نوع من أنواع الحبوب اللي فيه شوية شعير وذرة، نسبة البر زي ما قلت لكم تكون أكثر، بس في حال ما توفرتش هذه الأشياء خلاص أنتوا تعجنوه ببر فقط أحمر، يعني دقيق الأحمر فقط. أنا جالسة أتضارب ساعة أنا والعجين والجوانتي والجلافز. المهم أخيرا تمت المهمة بنجاح. بعد ما تخمرت العجينة الآن وأصبحت جاهزة، حجيب صحن وحرش عليه طحين البر في الصحن، وبعدين حبدأ أرش داخل العجين في الإناء نفسه. حرش الطحين، ما يحتاج حتى ان انا اساويه، بس انا حبيت اساويه عشان يكون واضح للكاميرا انه الطحين فوق العجينة. حبدأ اقطع الان الكدم باشكال غير متساوية، يعني ما يحتاج ان احنا ندورهم نعملهم كرات. الكدم الاصلي اشكالها مش متساوية، فانا اقطعهم دايركت من الاناء، بس احاول اساني شوي الاطراف من دون ما اكورها وابدأ ارصها في الصحن. إذا متوفر عندكم طحين البر اللي بيكون مع النخالة، يكون داخل الطحين نفسه النخالة، يكون أفضل. حتى اللي ترشوا عليه في الوجه هذا يكون فيه نخالة، فيطلع أجمل بكثير. خلاص أنا هنا رصيتهم كلهم، أحاول تمدهم شوية بحيث إنهم ما يكونوش منفوخين كثير. وحركة كمان رش الطحين في الأخير هذه اختيارية، أهم شيء إنه ما تكونش الكدم منفوخات عشان يستووا تمام، فتحاولوا تسطحوهم شوية. سماكة العجين حق الكدم تكون ما بين الملوج وما بين الخبز الطاوة، يعني ما تكون راخية زي الخبز زي عجينة الخبز، ولا تكون قاسية زي خبز الطاوة. الفرن يفضل تكون حرارته مايلة للمرتفعة، يعني أكثر من المتوسطة، يعني تقريبا ما بين 220 ل 240. الكدم تقريبا ياخذ له 20 دقيقة، صراحة مش متأكدة من الوقت، أنتوا تحكموا بعد ما تشوفوها. فوق ما تولعوش نهائيا عشان ما يستويش من فوق ويحرق ولسه ما أخذش وقته تمام. تحطوا الصحن في الوسط، لأنه لو حطيته تحت ممكن يحرق من تحت وداخله لسه عجين. هذه أهم شيء النقاط. آخر شيء أنا شلت الصحن حق الفرن وولعت فوق يمكن 5 دقائق بس عشان يتحمر تحميرة خفيفة بعد ما تأكدت إنه استوى. هذا هو الشكل النهائي للكدم. حبيت بس أوضح نقطة، في واحدة سألتني يوم ما نزلت الفيديو حق الخبز، شافت الحرض والمقال الموجودة داخل الفرن، فسألتني عن سبب وجودهم، هل فيهم مثلا ماء عشان البخار حق ما يرطب الخبز أو الكدم أو كذا. فحبيت أوضح إنه سبب وجودهم ما لش أي علاقة، وإنهن فاضيات فارغات ما فيهمش أي شيء. السبب إنه عندي البوتاجاز الفرن اللي أستخدمه عشان أحمي هذه الأشياء خرب، والفرن اللي أنا أستخدمه طبخ اللي هو الزجاجي هذاك نوعيته سيراميك، له أواني مخصوصة، يعني مش أي إناء أقدر أولعه، فاضطريت أدخلهم الفرن بس عشان التسخين، فكانوا فارغات ما لهمش دخل بطريقة الخبز أو الكدم. وهذا طريقتي في عمل الكدم، وإن شاء الله تنال إعجابكم، وبالعافية عليكم وعلى قلوبكم. لوسي كمان اليوم بتسلم عليكم، ونراكم في فيديو آخر، وإلى اللقاء.